جريمة ليست بجريمة ولكنها مذبحة. أسرة مكونة من 7 أفراد تنهي حياتها جميعا، والناجي الوحيد حاول الانتحار من الدور ال13. الأم تقتل 5 أبناء، والابن الناجي يقتل أمه ويحاول الانتحار من الدور ال13. تابعنا في قناة الجريمة وتعالى نشوف إيه اللي حصل. كلنا ستسأل عن صمتك، ستسأل عن أضعف الإيمان. مش جريمة، دي مذبحة. مذبحة اسكندرية بشار الخير 1 بلوك 17 الدور السادس. شقة مغلقة، 6 جثث، والابن السابع يلقي بنفسه من الدور ال13. اللي حصل في الجريمة دي يدرس. جريمة كل اللي فيها موتوا بعض بالاتفاق. الأم تتفق مع أولادها إن هي هتموتهم، وتتفق مع ابنها الكبير إن هو يموتها، وبعد كده الابن الكبير يحاول يتخلص من حياته. بداية القصة إن في تليفون جه للزوجة يوم 22 رمضان من زوجها المقيم في السعودية ومن جنسية أردنية، إن هو أنا تزوجت وأنت طالق ومش هبعت لك مصاريف لا أنت ولا العيال. عادت الكلام تاني عليه، أنت بتقول إيه؟ قال لها أنا طلقتك ومش هبعت لك فلوس أنت والعيال وأنا اتجوزت. الزوجة انهارت ومش عارفة تعمل إيه. سابت التليفون من إيديها، وقع على جابته تاني، مشيت في الشارع مش عارفة تايهة. هي وماشية قابلتها جارتها، قالت لها في إيه؟ قالت لها الحكايه ان انا عايز انتحر انا واولادي، وانا بحاول افكر في التخلص من حياتي انا واسرتي. جارتها نصحتها ان كده حرام وكده ما ينفعش ولا واصبري ومش عارفه ايه، وما حطيتش في دماغها جارتها حاجه. يعني حد بيقول لي انا عايز اموت وخلاص، عادي وارد، فبقول له لا حرام، ولما تعمل كده حرام في نفسك مش هتابعه. الى ان عدى 4 ايام وابتدت الزوجه تنفذ خطتها. جمعت اولادها كلهم، ال6 اولاد، وفهمتهم ان التخلص من حياتنا هيدخلنا الجنه، وان احنا لازم نموت لان ابوكم اتخلى عننا وملناش حد خالص في الدنيا، ملناش غير ربنا، ولو متنا هنروح عند ربنا ونخش الجنه. وابتدت تقنع دماغ اولادها وبناتها وصبيانها ان احنا لو متنا هنخش الجنه. وده طبعا اللي خلى العيال تصدق ان العيال دي فعلا منطويه، وان العيال دي ما لهمش اي صوت في العماره. يعني السكان بيقول لك احنا ما بنسمعش صوتهم ولا نعرف عنهم اي حاجه. وابتدت تنفذ جريمتها. يوم 26 دار الكلام بينهم ان احنا لازم كلنا نموت عشان نتقابلوا في الجنه ونروح عند ربنا والحياه عند ربنا احسن. واتفقوا على كده ان هم خلاص هيموتوا كلهم. يوم 27 تبعت ابنها يوسف اللي عنده 17 سنه ان هو يشتري لها شفرات حلاقه مواس. وفعلا هننفذ النهارده. العيال عارفه ان في جريمه موت هتحصل في البيت. العيال مش عارفه، هم خلاص متفقين ان احنا هنموت. بيسمعوا كلام امهم، بيحبوا امهم وشايفين امهم تعبانه وسمعا وطاعه. يعني دول فكروني بسيدنا ابراهيم لما قال لابنه انا ارى ان اذبحك في المنام، فقال له افعل ما شئت يا ابي. فالعيال نفذوا كلام امهم، افعلي ما شئت يا امي، عايز تموتينا موتينا. طبعا كل اللي حصل ده بالاتفاق مع الابن الكبير، احنا اللي هننفذ. فجه لما بعتت يوسف ابنها اللي عنده 17 سنه يجيب الشفرات ومواس الحلاقه، راح يوسف جاب المواس وهنبتدي التنفيذ من بالليل ليله 27 رمضان اللي هي ليله القدر. فيوسف نام ويحيى نام وياسين نام ورهف وملك ناموا، البيت كله نام، مفيش غير الام والابن الكبير. نبتدي بمين يا ماما؟ قالت له نخلص على الصغيرين. ياسين 8 سنين و ملك 12 سنة ورهف 10 سنين، بنتين وولد. وابتدت تقطع في شرايينهم من عند الشريان وتقطع تحت الرقبة عشان تتأكد ان هو مش هيعيش اكتر من كده. وفعلا العيال تفضل نايمة ليلة 27 رمضان والدم سايل وهم لابسين هدومهم مفيش اي مشكلة، وجالهم حالة اغماء. طبعا العيال بتنزف، نايمين على السرير بينزفوا لحد ما اتاكدوا ان هم ماتوا. بعدها ب 12 ساعه، عدى 12 ساعه الموضوع ده، العيال ما بتتقلبش ولا بتتكلم، وقفلت الاوضه وخلاص. الشقق في بشاير 3 اوض وصاله.
حطيتهم طبعا في اوضه وقفلت عليهم، في لسه اوضتين وصاله. يوم 27 ليله 27 تم التخلص من 3 ابناء، اصغر 3 ابناء، بنتين وولد. ليله 28 بالليل يلا ننام ونكمل يا ماما. سامح، يحيى ويوسف، يوسف 17 سنه، يحيى 15 سنه، ناموا. يلا بينا يا ريان، نخلص من مين يا ماما؟ يوسف. قال لها لا، يعني يوسف كان قايل بعد ما نام صحى قال لهم لا انا مش عايز اموت كده. راحوا متخلصين من يحيى 15 سنه، قطعوا شريان ايده وتحت رقبته. يوسف صعب عليه نفسه مش قادر يموت كده. راح ريان اخوه الكبير قال له خلاص هموتك بالمخده. نام وانا احط المخده عليك وهقف عليك وتموت. وفعلا موته مخنوق بالمخده. دي حكاوي ريان لما اتمسك وتم التحفظ عليه 4 ايام على ذمه القضيه بتهمه القتل العمد. طبعا ده عيل كتر خيره لسه اللي هنتكلموا عليه. ده يعني مش عارف اقول عليه لسه، بس المهم ان هو حط المخده على اخوه الكبير مات. اتبقى الام والابن. ده الكلام ده كان ليله 27. 26 خلصنا من ال3 اولاد، 27 خلصنا من الولد. الاثنين، واحد بالشفره الحاده في شرايينه وتحت رقبته، ويوسف الكبير موت مخنوق بالمخده في وشه. شقه 3 اوض وصاله، ادي تاني اوضه. تمام. اتبقى الام والابن الكبير. الام خلص عليا يا ريان وبعد كده انت انتحر. ازاي يا ماما؟ قالت له ارمي نفسك، انت مش هيجيلك قلب تعور نفسك ولا اطلع فوق السطوح وارمي نفسك. يا امي قالت له اخنقني يا ريان. حاول يخنقها بالاشرب ما ماتتش، قال لها خلاص بالمخده. قالت له اخنقني بالمخده، وهو بالمخده بقت تساعده ان هو يموتها. فضل الولد بالمخده فوق رقبه امه خانقها بيها لحد ما عملها حاجه اسمها ستيفنكس يعني ماتت. طيب فاضل ريان 28 26 الكلام، 27 التنفيذ اول يوم 3 اولاد، 28 تاني يوم الولدين. صابحين بقى احنا في يوم 29 الصبح اللي هو قبل العيد. ده التسلسل الزمني بتاع الاحداث اللي حصلت. الولد بقى عايش معاهم في الشقه مش عارف يعمل ايه لحد ما جه يوم العيد الصبح. هو بقيت معاهم يوم 29 رمضان. اصبح ان العيال دي جثثهم هتبتدي تعفن، ريحتهم ابتدت تطلع من يوم 27 بالليل، 28 بالليل، 29 عدى صباح العيد. الولد العماير اللي ساكنه فيها اللي هي البشاير دي 13 دور، طلع فوق الدور ال 13 عايز يرمي نفسه. ابتدت الناس تشوفه من البلكونات. طبعا ده بالتاكيد حاول كذا مره يلقي نفسه، وان الناس مش هتاخد بالها غير لما يكون هو حاول والناس اخدت بالها منه. لان هو لو عايز يرمي نفسه على طول كان هيرمي نفسه محدش هيلحقه. الولد لما تردد في ان هو يلقي نفسه الناس اخدت بالها فطلعوا له على السطوح. مسكوه، ليه يا ابني في ايه وبتاع؟ لقوه متعور من تحت رقبته من هنا وايده فيها دم وحالته لا حول ولا قوه الا بالله. خافوا يخشوا الشقه طبعا، حسوا ان في حاجه غلط، بلغوا نقطه شرطه كرموز. جت المباحث يعمل معاينه، تم القبض على الولد بفتح الشقه. دخلوا لقوا ان الجثث موجوده وان مفيش اي تغيير في اي حاجه، لا في حاجه مسروقه لا في كركبه، كله ما ميت، اللي مرمي على السرير واللي مرمي على الارض بهدومهم. وابتدت المباحث تتخذ الاجراءات، القبض على الولد وحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق ويشوفوا ايه اللي حصل في القضيه في الجريمه. وفعلا اخذوا الجثث ودوها على المشرحه وتم تشريحهم، وتبين ان هم الجريمه كانت احداث متتاليه من يوم 26 لحد يوم 27 28 ماتوا بالتوالي. وتم دفنهم في المناره في كرموز، وتم تشييعهم من مسجد العمري. وكانت جنازه هنشوفها برضه في فيديوهاتنا، ان سبحان الله يعني الناس مستغربه ايه اللي حصل ده. هل ده النهارده احنا بنتكلم دي عملت كده ليه؟ من الفقر، من الجوع، من الزوج، قله الدين؟ انا عايز افهم دي عملت كده ليه؟ فكرت في كده ليه؟ ما نصحتش حد ليه؟ ما حدش شرع ليه؟ ما حدش شرف عليها ليه؟ ايه الطرق اللي كان ممكن يبقى فيها طرق نجاه ليها؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه، وده اللي هسيبه لكم في التعليقات. تقولوا دي عملت كده ليه؟ فقر، قله دين، جوع، حست ان جوزها قلب اصله معاها، كده عايزين نفهم احنا وصلنا للمرحله دي ليه وازاي فكرنا التفكير ده ليه. انا عن نفسي ما عنديش غير مبرر واحد، الجوع وعزه النفس. حست نفسها ان هي جعانه هي واولادها ومفيش حد هيصرف عليها ومريضه، وهتبتدي تمد ايديها
عزت نفسها منعتها من كده، تفكيرها وصل لكده، ده مش مبرر. اللي هي عملته ده حرام، والتفكير ده وصلها لمرحله حرام. وهي مختاره ليله القدر، يعني لو ربما كانت هذه ليله القدر، مختاره يوم تبتدي فيه ضحاياها يوم 27 رمضان. تفكيرها ديني، ان هي تتخلص من حياتها في جو رباني، ان هي في رمضان، وان هي في ليله القدر، وان احنا نخش الجنه. جايز ده جهلها وصلها لكده. قله اصل جوزها معاها، ده اللي عايزين نوصل له، مش عايزين ده يحصل تاني. بالله عليكم اكتبوا في التعليقات ايه اللي وصل الست دي لكده، وليه احنا وصلنا لكده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تتابعونا وشيروا لايك للقناه.